السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم بالخير، لكم الحب والاحترام والتقدير في هذا اليوم، يجعله يوما خير عليكم، وأملا وحبا وسعادة لكل الناس على وجه الأرض جميعا، ويكون نصرا لإخواننا الفلسطينيين على القوم اللاجئون الإسرائيليين الذين يحتلون أراضي ليست أراضيهم، ونرى بأعيننا في هذه الأوقات التدمير الذي يجري لخطوط المياه الشرب في شمال قطاع غزة وفي قطاع غزة وفي كل الأماكن في فلسطين. أن الذي يجري هي عملية قتل الإنسانية بالبطيء، هي عملية قتل الحياة، ولا زال الدم ينزف في فلسطين. 11 شهر، كلنا نعلم بذلك. 11 شهر، 11 شهر ولا زال الفلسطينيين يعانون من قبل الإرهاب الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير البنية التحتية، في قتل الإنسانية، في قتل الحياة في فلسطين، وكلنا نرى بأعيننا. ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتباطأ مع الإرهاب الإسرائيلي لقتل الإنسانية في فلسطين وتدمير البنية التحتية وتدمير العقارات. كم من الآلاف استشهدوا في فلسطين من قبل الاحتلال الغاشم الإسرائيلي الذي احتل أراضي ليست أراضيه، هي أراضي فلسطين، وكل العالم يعلم بذلك. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية والقانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، لماذا كل الدول التي تعلم بالحقيقة أن يجب الآن أن الفلسطينيين يأخذون حقوقهم كاملة وتكون دولتهم حرة مستقرة، لماذا يتباطؤون مع الإرهاب الإسرائيلي المحتل وهم يعلمون أن تمت زراعة الكيان الصهيوني في أراضي ليست أراضيه، هي أراضي فلسطين. كل العالم يعلم بذلك، والولايات المتحدة تعلم بذلك، وهي التي زرعت هذا الكيان الصهيوني في دولة فلسطين لاحتلال أراضي فلسطين، لاحتلال أراضي ليست أراضيهم، هي أراضي فلسطين. هذه الحقيقة التي نتكلم عليها، وهم يعلمون أن الإرهاب الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني المحتل الغاشم خالف كل القوانين وماتت في قلبه الرحمة والشفاعة في قتل الإنسانية في فلسطين، في قتل الإعلاميين الذين يظهرون الحقيقة للعالم، في قتل الأطباء الذين يشافون المرضى، يعالجون المرضى ويعالجون المصابين، في تدمير المستشفيات الذي نرى بأعيننا. كم من المستشفيات في فلسطين خرجت من الخدمة وقصفت من قبل الطيران الصهيوني التي الولايات المتحدة الأمريكية دعمت هذا الكيان به. كم المجازر ارتكبها هذا الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين، وكلنا نعلم بذلك. والقانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكل الدول التي تدعم الكيان الصهيوني تعلم أن الفلسطينيين على حق، ولابد
أن يحين الوقت أن الفلسطينيين يأخذون حقوقهم. الفلسطينيين يريدون أن يكون دولتهم حرة مستقرة، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد الأمن والأمان وتريد الاستقرار في الشرق الأوسط وتريد الحماية لمصالحها في الداخل والخارج، يجب عليها أن الفلسطينيين يأخذون حقوقهم، ويجب على القانون الدولي. حان الآن إذا كانوا لا زالت حان الآن أن الفلسطينيين يأخذون حقوقهم كاملة، وحان الآن أن الحرب تتوقف. كفى وارجعوا أراضي فلسطين الأبية لأصحابها. لازم الأراضي الفلسطينية ترجع لأصحابها، للفلسطينيين. لازم الاحتلال الإسرائيلي ينتهي من دولة فلسطين إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الاستقرار في الشرق الأوسط. يجب أن الفلسطينيين يأخذون حقوقهم وتكون دولتهم حرة مستقرة عاصمتها القدس. هذه الحقيقة التي نتكلم عليها في حلقة اليوم. كفى تباطؤ في حق الفلسطينيين، كفى صمود لأصحاب الحق. يجب على كل الدول ويجب على القانون الدولي، يجب أن الحرب تتوقف وأن الفلسطينيين ترجع لهم حقوقهم كاملة. كفى لقتل الأطفال، وكفى لقتل المدنيين، وكفى للتدمير الذي يجري في فلسطين. إذا كانت لا زالت في قلوبكم رحمة وشفاعة، إذا لم تكون ماتت في قلوبكم الرحمة والشفاعة، يجب أن الحرب تتوقف والفلسطينيين يأخذون حقوقهم كاملة، أنهم هم أصحاب الحق وأنتم تعلمون بذلك. ونستكفى بهذا القدر. لكم الحب والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحيا مصر وفلسطين.